قبل مدة كان في النية إنتاج محتوى يتحدث عن نطفة البعث القذرة، صبي السفارة الأمريكية ربيب البرزاني، قحطان عدنان المشهداني على قول والبديري على قول آخر، إلا أننا شغلنا عنه بمن وراءه فغضضنا الطرف عن الدرجة كما عرفه إياد السماوي. هذه الأيام وبعد أن أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام أوامر قبض ومنع سفر وفق أحكام المادة 433 من قانون العقوبات بتهمة المحتوى السيء وتجاوز الأعراف والقوانين في آداب الحديث العالمية. نورد هذا المحتوى إدراكا منا أن هذا الإمع إنما هو مروج من مروجي مشروع كسر أعواد الفضيلة والفطرة السليمة بمعاول إشاعة الفاحشة والشذوذ والنيل مما يمت للشريعة الإلهية بصلة. المشروع الذي تتبناه الإدارة الأمريكية عبر الصندوق الوطني للديمقراطية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. نزيل حي البياع الذي طهر من نجسته، طريد حي الشعلة ببغداد من قبل والهارب إلى أربيل، والمتزوج من نجمة ملاهي شمالي العراق العاهرة رشا نبيل بعد أن عقد عليها مضطرا للهرب من المحاكم ودفع التكاليف نتيجة إقامة دعوى من قبل شرطة الآداب مما قد يسبب نقلهما أمراضا جنسية معدية لمن يتصل بهما. هذا الموبوء بدأ رحلة تفاهته من حيث قناة الديار ثم مذيع أخبار في إذاعة الناس، ومن بعد انتقل إلى قناة دجلة ثم إلى الشرقية واستقر في قناة ون نيوز. ولم يكن لديه شغل شاغل في قنوات الفتنة تلك سوى النيل من أبناء الجنوب والفرات الأوسط وكل ما يمت للدين والخط الحسيني بصلة. ولا عجب، فما الذي تتوقع من ديوث يخرج من علبة ليل برفقة إحدى بنات الليل وهو يصرخ بصوت عال: هذه زوجتي؟ ما المتوقع من مريض نفسي بحسب تقرير طبي عثر عليه في محفظته بعد إلقاء قبض نفذ بحقه؟ ما المتوقع من ربيب أسرة قذرة لا يعرف لها أصل ولا فصل دفعت به إلى عالمنا مع أخ يتعاطى المخدرات وحبوب الهلوسة فضلا عن الخمر على مدار 24 ساعة؟ ما المتوقع ممن تسبب بموت طفلة لسرقته ما جمع لأجل علاجها من مال وأنفقه في علب الليل بدبي؟ ما المتوقع من سافل ارتبط ب5 نساء ثم هرب تاركا خلفه أطفالا صغارا من دون أن يدفع تكاليف معيشتهم أو مساعدتهم؟ ما المتوقع من مأبون هو أنجس مما يخرج من بطنه؟